بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده بعت ولادي يجيبوا فول، جابوا كيس الفول ب5 جنيه ما يكفيش نفرين. قلت وعلى ايه ده؟ احنا عيلة من 6 أفراد، يعني محتاجة 20 جنيه في اليوم على الأقل عشان أفطر عيالي فول. كان عندي كيلو فول، عملت الكمية اللي انتوا شايفينها دي كلها بيه. الكيس الواحد بسم الله ما شاء الله قد 3 أكياس من اللي بيتباع بره، والطبق اللي انتوا شايفينه ده وكمان طبق لسه مش جاهز، وبمكون واحد بس هنضيفه على الفول مش هيغير لونه وطعمه انضف واحلى من بتاع بره. نقول بسم الله. انا كان عندي نص كيلو فول مستورد، وكان عندي نص كيلو فول بلدي. حطيت عليهم ربع كيلو فول مدشوش وغسلتهم ونقعتهم لمدة 8 ساعات. عندي نص كوباية عدس غسلتها لحد ما المية البيضة اختفت منه، ومعايا 4 فصوص توم كبار، وجزراية متوسطة متقطعة. لو مش موجودة الجزرة أو مش حابة تضيفي جزر عادي استغني عنها مش مشكلة. و2 حبة طماطم مش أكتر متقطعين. باقي المكون اللي أنا قلت عليه مش هيغير لون الفول ده، هقول وأنا بضيفه على الفول. حطينا كل المكونات دي كلها في حلة وحطينا له وضفنا عليه مية كافية له، بحيث ان احنا ما نفتحش عليه خالص. هنبدأ بقى نغطيه، واول ما نحس ان هو غلي هنبدأ نهدي عليه البوتاجاز لمدة ساعة. بعد ساعة شايفين الفولة بقت عاملة ازاي؟ ما شاء الله ساحت خالص وبقت زي الزبدة. انت بقى في الوقت ده ممكن تضيفي المكون اللي انا هقوله دلوقتي، او لو مش حابة ممكن تستني لحد ما تضربيه زي ما انا عملت كده. انا بحب عن نفسي اضربه عشان اطلعه جاهز على طول، واجهزه للولاد على طول. عبارة عن ايه بقى المكون ده؟ عبارة عن معلقة نشا متدوبة في نص كوباية مية، هنضيفها على الفول بالشكل ده وهنقلبه كويس لحد ما النشا يختفي منه. لو وصلتوا لحد هنا بقى صلوا على النبي في التعليقات واعملوا اشتراك للقناة. هنبدأ نقلب في الفول زي ما انتوا شايفين كده لحد ما النشا يختفي خالص ويستوي فيه. واول ما يبقبق كده الفول هنشيله ونستنى عليه لحد ما يهدى ونبدأ نعبيه في الأكياس. وادي الفول اهو، حطينا عليه الطحينة والزيت الحار والليمون. بسم الله ما شاء الله احلى واطعم من بره بكتير وانضف كمان. لايك وشير ودعموني بقى واعملوا اشتراك للقناة.